اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل الفطار التحفه ده، حاجه ايه عظمه. تعالوا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. الاول هنبدا باللحمه. نزلنا بالدهنه. هنسيح الدهنه كده وبعدين ننزل باللحمه. نزلنا باللحمه. هننزل نقلب اللحمه كويس كده نشوحها يعني. بعدين ننزل عليها بايه؟ بالبهارات. ده قرفه، زنجبيل، ملح، فلفل. محطش ملح. ورق لوري 7 بهارات كده. نزلت عليها بدوم نص ليمونه، بصل، طماطم، فلفل. هسيبها بقى تتسبك معدهم شويه كده واسخن لها الميه على العين التانية على ما تشوحوا كلهم مع بعض كده كده. تشوحهم، نزلنا بالميه السخنه عليهم. هنسيبهم بقى ايه لما تستوي براحتها بقى كده. ما ضفناش ملح. هننزل ديت صلصه، طماطم، نص كيلو طماطم ضرباه مع بصله لما تسبك كده مع بعض. ونزلت عليه بمكعبات لحمه كده. هنعمل بقى البسله. ضفت عليها ملح وكمون وبس كده. اللحمه دخلت معانا في السوا ده. اللحمه ديت بتاعه البسله. معلش بقى ان احنا مش مركزين في حاجه واحده، ان احنا بحاجتين اتنين بنعمل في حاجتين. نزلت عليها بالبسله. لما اللحمه دخلت في السوا نزلت عليها بالبسله كده. اللحمه بتاعتنا ديت القطعه ديت استوت. هننزل عليها بقى بالملح عشان ايه؟ تاخد بقى من ملحها كده ونطفي عليها. نرجع للبسله تاني كده. البسله معانا استوت واللحمه بتاعتها استوت. هنروح فين بقى؟ نعمل طاجن المحشي الجميل. انا جبت الصلصه على الخضار على الرز. نزلت عليهم بشويه كمون وملح وشطه. اللي بيحب الشطه. لفيت ورق العنب كده، ده ورق عنب وورق كرنب. لفيت ورق العنب وورق الكرنب، الف كل الكميه. وهنرجع تاني اللحمه اللي احنا سويناها سوا مع بعض. ضفتها على الصينيه، ضفتها في الطاجن كده. الطاجن ده انا ضفت فيه معلقه زيت الاول وبعدين نزلت فيه باللحمه وضفت عليه المحشي. الورق العنب في جنب ومحشي الكرنب في جنب بقى بالشكل التحفة ده. هنغطي بقى الطاجن بورق كرنب الاول. هنغطيه بورق كرنب كده عشان ايه؟ قبل ما نضيف عليه الورق اللي هو السلوفان ده. وهنعيده الاول طبعا يعني كده. نعيده بالشوربه وهنحط الورق السلوفان ده عليه وندخله الفرن. دخل الفرن وخرج من الفرن الحمد لله بقى بالشكل التحفه ده. حاجه كده ما شاء الله. المحشي جميل. يلا يا حبيبتي ارفعي. رفعت كده ما شاء الله. اللحمه دايبه، المحشي جميل ما شاء الله. تسلم ايديا والله. كل سنه وانتم طيبين.